السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. النهاردة تاني يوم العيد، عايزين نجدد كده في الاكلات بتاعتنا. طبعا نستغل اللحمة بتاعتنا بتاعت العيد في كذا وصفة كده علشان ما نملش من اكل اللحمة او الولاد يملوا منها. فالنهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة روعة جدا ان شاء الله، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش بس دعموني باللايك والاشتراك في القناة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على طول. عندي هنا الطاسه على البوتاجاز، خلاص انا ولعت عليها، وزي ما انتم شايفين اي ماده دهنيه عندك نزلت بيها، بس انا مستنيه تسخن وانزل باللحمه. هبتدي انزل باللحمه كده واحده واحده. انا مقطعاها هنا قطع صغيره يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه ادي للحمه صدمه. انا عايزه لون اللحمه يتغير. شايفين التقطيع بتاع اللحمه يا بنات صغيره ازاي؟ انزل بالملح والفلفل على اللحمه، الفلفل اسود. انا مش هحط ملح هنا كتير عشان هحط مكعب خضار. بسم الله، حاجه بسيطه خالص كده. انزل بمكعب خضار. عقبال اللحمه ما تتشوح معانا نقطع البصل. خلاص كده بدأ اللون يتغير اهو، بس برضو اسيبها شويه. نقطع مع بعض البصل. طلاية متوسطه، وعندي هنا فلفل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطع البصل هنا قطع صغيره يا بنات. انا قطعت البصل يا بنات زي ما انتم شايفين، والفلفل، ومعايا هنا بسله وجزر، ومعايا كوسه، ومعايا بطاطس اهو يا بنات. شايفين شكل الكوسه شيك ازاي؟ عاملاها بالمقوار بتاع البتنجان والكوسه، مشرحاها كده شكلها حلو جدا. تمام، ارجع تاني اللحمه على النار. شايفين اللحمه خدت لون ازاي؟ ريحتها بقى ما شاء الله. مجرد بس ما حطينا مكعب الخضار والملح والفلفل. هنزل بالبصل والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ادي بس البصل والفلفل تشويحه كده مع اللحمه. ريحه تحفه ان شاء الله، جميله جدا. طريقه جديده وخفيفه. هنزل بالثوم. انا عندي هنا الثوم مهروس اهو يا بنات، حوالي معلقه صغيره. ابتدي انزل بنص كوبايه ميه واغطيها. بسم الله، لحد ما توصل لنص سوا.
خلاص يا بنات دخلت في السوا خلاص اهي. هبتدي اجيب معلقه صلصه اضيفها على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اديها تقليبه كده خلاص كده، بس دقيقتين بالظبط وابتدي اقفل عليها. استوت معانا، ابتدي اجهز الطواجن بتاعتي. احط فيها ماده دهنيه بسم الله، حاجه بسيطه كده 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 لحمه فيها دهونها تمام. ابتدي بقى الخضار بتاعي، انا هعمل هنا على طاجنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسه والبطاطس ابتدي اوزعهم كده، والجزر والبسله تمام. ده هي فيها جزرها اهي، كنت ناسيه. عندي هنا البسله قليله شويه بس مش مشكله، نوزعها كده خلاص كده يا بنات. ابتدي اجيب بقى الصلصه بتاعتي بسم الله. احط معلقه كده عشان الخضار بتاعي يتطعم بالصلصه تمام. اقلب بقى كده الصلصه بالخضار، طريقه جميله جدا، جربيها بجد حلوه قوي. انا هنا مش هحط الملح، هستكفي بالملح اللي انا حطيته في اللحمه والمكعب تمام. خلاص كده بقى تمام. ابتدي اجيب اللحمه تمام كده، رصيت اللحمه على الخضار. هنا بقى بواقي البهاريز اللي في الطاسه بتاعتي هنزل بيها هنا بحبه ميه عشان بس الخضار يستوي معايا تمام كده. دي الخطوه الاولى يا بنات. ابتدي اجيب الطواجن بتاعتي على جنب كده. في خطوه تانية مهمه جدا ودي الجديد معانا. انا هعمل هنا عجين اغطي بيه الطواجن بتاعتي، طعمه هيبقى رهيب جدا تمام. نشوف مع بعض الطريقه. معايا هنا دقيق بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هقولك معيار للدقيق، الكميه اللي انت عايزاها بالنظر كده، حاجه تغطي الطواجن اللي معايا تمام كده. ممكن نقول كوبايه كبيره، عليها رشه ملح بسم الله، وابتدي اعجن يا بنات لحد ما تبقى معايا عجينه. اقلب بس الملح كده مع الدقيق بسم الله. دي ميه عاديه من الحنفيه لحد ما تبقى معايا عجينه. انا مش حاطه هنا خميره لان مش عايزه العجين معايا ينفش او يزيد. لفت معايا زي ما انتوا شايفين اهي، شايفين ما شاء الله جميله ازاي. خلاص كده انا هعملها على رغيفين بسم الله. افردها على قد الطاجن اهي بسم الله. هي لزقت الظاهر، كانت عايزه طبقه دقيق تحتها، مفيش مشكله. مفيش مشكله، رجعنا عجنها تاني، مفيش حاجه بتقف قدامنا اهي. زي ما انتوا شايفين يا بنات خلصتها اهو. ابتدي اجيب الطاجن بسم الله الرحمن الرحيم، واعمله زي غطا،
اغطي بيه الطاجن بتاعي. بسم الله. زي ما انتم شايفين عملت كده غطا للطواجن بتاعتي بالعجين. هبتدي اجيب لو عندك حبه بركه رشي على الوش، بس انا عندي هنا زعتر، فانا هرش كده رشه زعتر يديها طعم حلو قوي ونكهه جميله. ده اختياري يا بنات، حابه تحطي سمسم حطي سمسم مفيش مشكله، بس احنا بصراحه بنحب الزعتر. تمام كده، وادخلها الفرن، ولما تخرج اوريها لك شكلها عامل ازاي وخدت وقت قد ايه. تمام يا بنات، جاهز معانا ما شاء الله. شايفين الشكل تحفه ازاي؟ انا طبعا ما صبرتش فرحت على طول. العيش طعمه بجد حلو جدا، متطعم بالروايح الجميله بتاعه اللحمه والخضار. بسم الله ما شاء الله، طعمه حلو جدا. عايزه اشوف بس الخضار استوى ولا لا، عشان لو لاحظتوا ان هنا في بسله. تمام، انا عندي هنا البطاطس والكوسه ما بتكملش حاجه، فانا قلقانه من البسله اللي تكون ما استوتش. تمام، فهنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بس ايه افتحها كده من الحروف. ملهلبه الخضار ملهلب. بصوا بقى الشكل، بصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهو. بصوا بقى الخضار ما شاء الله. عايزه بس اشوف البسله استوت ولا لا. انا عارفه ان الكوسه اهي، الكوسه اهي ما كملتش معايا حاجه اهو. شايفين يا بنات اهو، نص ساعه بالظبط في الفرن. طبعا اللحمه تقريبا كانت مستويه معانا، ودي البطاطس اهي. عايزه اشوف البسله اخبارها ايه، والجزر تمام اهو. هو كده كده كان البسله ما كانتش كتيره معايا. لو انت قلقانه ان البسله ما تستويش معاكي حطيها في اللحمه تديها تشويحه كده. بسم الله. لا تمام اهي، شايفين يا بنات؟ بس هي سخنه جدا اهي ما شاء الله، اتهرت خلاص اهي. طبعا ملح مظبوط ما شاء الله، جميله شكلها حلو جدا وشاي. عملت جنبها رز ابيض بجد حلو جدا. كفايه العيش الجميل ده متطعم بالروايح الحلوه ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله بجد روعه والله، تحفه جدا جدا. جربيها مش هتصدقيني لو جربتيها، وطعمها حكايه. كفايه الريحه حلوه قوي قوي ما شاء الله. والرز يا بنات اهو، عملت جنبه رز بالابيض، سوري رز ابيض وعليه رشه زعتر برضو عشان يبقى لايق كله على بعضه كده، الاكله كلها تمام. بجد الطاجن روعه روعه. طبعا انا سايبه ده مفاجاه للولاد يعني، فتحت معاكم هنا واحد بس. العيش بصوا بقى، العيش يتاكل لوحده، كفايه القرمشه اللي هو فيه. شايفين؟ ممكن تغمزي بقى الخضار بيها بجد يعني حكايه بالزعتر كده التحفه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللحمه مش مستحمله بجد، حلو جدا ما شاء الله. نقلب. بسم الله. تحفه والله، ما قادره اتكلم من حلاوته. جميل جدا بجد، حلو جدا جدا ما شاء الله. يا رب تجربيه وان شاء الله يعجبك باذن الله. ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.